السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نروحوا لا دوزيام غاسات لو دوزيام غاتو اللي هو تشارك العريان. راكم تشوفوا الله يبارك كيفاش يجي حميمر. نقول لكم مام اللوز كيفاش يجي من الفوق هكا على حبه. هاد اللي راهم من الفوق كيفاش يجيكم على حبه. قسمت لكم حبه. شوفوا لاصاص راهي تبري داخل تجمعس لو يبقى طري ويجي يتفتت يدوب وحده. دايوغ راني قسمت لكم هدايا باش تشوفوا الطراوه. البنه ما تقدروش تذوقوه والريحه ما تقدرش تشموها، بصح شوفوا من الشكل راهو يبان. وريت لكم الطراوه كيفاش يجي يتفتت وحده. نروح بسم الله لا غوسات. اول حاجه الفارينه انا كنت كيلتها باش هكا تعرفوا شحال تخرج لي وشحال دات لي. جبت 400 غرام تاع فارينه، قسمتهم هكا في بول ولا ديروا كاس، ولا كي تكونوا حنسيو توجور ديروا حاجه صغيره. قسمتهم على 3 كيلات يكونوا شويه بومبي، راكم تشوفوا ماشي ممسوحين معمرين. فوالا هاد لا كونتيتي فيها 400 غرام. درت قرصه تاع ملح توجور نفس الكيله، كيلت بها نص كيله تاع السكر الناعم. غربلوه باسكو السكر غلاس جوست ما يقيسو غير شويه هو يولي كامل محبب، يبقى لكم هكذاك. دونك غربلوه. عندي هنايا نص مغرفه تاع قهوه لا ليفور. ما نسحقش لا ليفور باش تنفخ لي الكاطو ولا سي جوست باش يجيني خفيف. هذا ما كان تكثروا بزاف يتنفخ بزاف وتفسد لا فورم تاعو. زدت مغرفه تاع لافاني، وهذه اختياريه تاع القارص. كاين اللي يحب الكو تاع القارص مبشور الليمون، سينو تقدروا ما ديروش. في الغازات الاصليه ما كاش قارص، لافاني برك. هذه اختياريه. توجور نفس البول نجيب السمن ما تذوبوهش هكذا، يكون غامولي. ندير بالكيله هذيك. ابخي شوفوا كيفاش ندير، نسي كيفاش ندخل هكا المغرفه باش نحي كاع داك الهواء والاسباس هذاك يبان. فوالا ابخي نزيد نكملو بمغرفه تاع الزبده هكذا، مرسو تاع زبده. علاش زدت لها الزبده؟ باش لا فورم كيما نعرفوا السمن الوغ لا اذا ذوبتوه يخسر لكم لا فورم تاع الحبه. مي كي نخلو هكذا حاكم روحو وزدت له مغرفه تاع زبده راح تبقى لكم لا فورم على هي، وما يتفتح ما يتنفخ ما يتحل ما والو. دونك هذه هي العفسه، ما تذوبوش السمن ديالكم وزيدوا هذاك المرسو تاع الزبده. من بعد نبدا نبسس في لاباط تاعي. ندخل مليح الفارينه مع هذاك السمن ولا ليدام. لا غوصت ما فيها لا زيت لا والو، غير بالسمن. هذا ما كان. هذه هي الوصفه التقليديه. انا توجور نبريفيري الوصفه التقليديه باسكو تجي فيها بنه السمن وتجي بزاف بنينه. راكم تشوفوا كيفاش بعد ما بسستها ولات تبان كيما العجينه تاع الغريبيه. تقولوا خلاص راهي تلمت، مي وشنو تبقى تتفتت. زدت هنايا نص حبه بيض باسكو درت 400 غرام. اذا درتو نتوما كيلو ديروا حبه كامله. وزدت هذيك الكيله اللي خدمنا بها ديروا ربع تاعها تاع مزهر ونبدا نلاين فيها. تحبوا ديروا خليط ما بين الماء والمزهر ولا المزهر وحده. مع الاول حتبان لكم جاتكم جاريه باسكو تكون هي ديجا مبسه، تكون العجينه ملايمه روحها. مي كي تزيدوا لها المزهر حتبان لكم جاريه. مي وشنو حتبدا تشرب. شوفوا هاد الحركه اللي راني ندير فيها هكا اون ديغي راني نقطع فيها. هاد الحركه اللي حتساعدها باش تشرب غير بالعقل. هذا ما كان ماشي كسره باش نعجنوها ولا هذا ما كان، غير باش هذاك المزهر يدخل في لاباط. فوالا ابوبري انا قلت لكم ديروا 4 كيلو. مي نتوما ديروا بشويه، تو ديبون لا فارين تاعكم اسكو تشرب ولا لا. نديروا تيست صغير كيفاش نعرفوا بلي لاباط تاعنا راهي واجده وشربت تري بيان المزهر. شوفوا السمن كيما ذوبتوش لاباط كيفاش راهي تبان صفرا وتجي شابه لاباط. سي بوغ سا اسمو تشارك مع الاول شتو هكذاك حميمر بيسك لاباط تجي شابه. كيما تذوبوش السمن هكا تجيكم صفراء. الوغ لا كي طيبوه تجي لا كولور تاعو بزاف شابه. نديرو تيست صغير باش نشوفوا لاباط تاعنا اسكو راهي واجده ولا لا. هذه اللي ما تعرفش كامل جيبي شويه تاع عجينه هكذا ديريها في يدك، ومن بعد سي طبقيها الويع على كيما نديروا التشارك. سيو ديروا لا فورم هكذا تاع التشارك. لاباط كيفاش راهي ليس ما تشقت ما والو، دليل على انه لاباط راهي هايله. اذا حسيتوها تشقت لكم شويه وما جاتكمش هكذا ليس زيدوا رشوها بشويه تاع مزهر. بداو تشربوا لها المزهر كيما كنت ندير مقبل هكا نقطعها غير بشويه. لاباط تاعي راهي واجده، نروح نديرها في فريجيدير تريح، ما نديرهاش على برا. الوغ لا اذا كانت سخانه هذيك لي دم كامل راح يخرجوا ولاباط تولي كاع مليدمه. دونك ديروها في فريجيدير هذاك السمن يحكم يجمد في لاباط، وتحافظوا على التبساس تاع لاباط تاعكم ما تجيكمش يابسه.
نروحو نشوفو لافارس تانيك. عندي اللوز رحيتو غربلتو، نحيت هذاك الخشين شويه، هاوليك في الطبسي هدايا. هذا هو اللي حنديرو من الفوق نرمد به اللوز تشارك تاعي باردون. جيبوا اللوز 300 غرام تاع اللوز، 200 غرام نديروهم في لاباط و 100 غرام نديكوريو بهم. هادو ما قيس 400 غرام تاع الفارينه اللي خدمت بها، تجيني سوا تخرج لي 23 حبه. واش ندير؟ نجيب 300 غرام تاع اللوز نرحيهم نغربلهم، نحي هذاك الخشين نحطو دو كوتي. هذاك الخشين هو اللي نرمد فيه اللوز، واللي نديرو في لافارس هو اللي نحمصو شويه. يدي غير تحميره خفيفه، هذا ما كان راكم تشوفوا ما حمرتوش بزاف، غير شويه، هذا ما كانش يجيكم بنين. من بعد تجيبوا البول اللي كيلتو به الفارينه، كيلو به 2 كيلات تاع المكسرات سواء لوز ولا كاوكاو، تجيكم سوا 200 غرام اللي قلت لكم عليها. توجور كيلو بالكيله اللي كيلتو بها الفارينه، مي واش ما ديروش 3 كيلات، ديروا غير 2 كيلات باسكو لافارس حتكون اقل من العجين. 2 كيلات تاع اللوز مع نص كيله تاع السكر. كي تجربوا نتوما ديروا بالكاوكاو وتبعوا نفس الخطوات اللي قلت لكم عليها. نخلط اللوز تاعي مع السكر ونجيب مغرفه تاع قهوه ندير منها نصها تاع زبده. الزبده حتملي الطراوه في لافارس حتى تريح لاباط طريه. كيفاش انا نخدم لافارس وتبقى لداخل طريه لاطول مده؟ شوفوا نجيب نرش غير شويه تاع مزهر، هذا ما كان ما لايمهاش، ماشي حتى نتولي لي اون بات هكذا، نرشها شويه ونخليها تريح ساعه 2 سوايع، نعاود نولي ليها ونشمخها عادي. علاش درت لها هكذاك؟ لو كان نشمخها من المره الاولى نرجعها عجينه راح تنشف لك، باسكو المكسرات اللوز ولا الكاوكاو اللي خدمتي بها راح تشرب السوائل، دونك هنا ما تكونش دات حقها. انا واش ندير؟ نشمخها مع الاول تدي واش تسحق من السوائل، وكي نشمخها لا دوزيام فوا هي تكون صاي، تكون اللوز هذاك اكتفى بالماء، يكون شرب سيبون، دونك حيدي غير واش يسحق ويبقى لكم الطري. هكذا انا كنت نعجنها هكا بيدي، شوفوا باش هذاك السكر ندوبو وميم طون راني نلايم فيها حتى ونتحصل هكذا على عجينه ما تكوش يابسه وما تكوش جاريه. كيما راكم تشوفوا تقدروا تتحكموا فيها وتستخدموها عادي، ما تلصق لكم في يدكم، ما تجي يابسه. كي تجيكم يابسه كيفاش تعرفوا لافارس يابسه؟ تجي تتفتت، ما تحكمش لافورم تاعها، تما تزيدي لها شويه مزهر حتى وين تولي عجينه متماسكه. نجيب لاباط تاعي اللي كنت وزنتها على 32 غرام، نسي نفتحها هكذايا طوليا، سيرقوها قد ما تقدروا باش تجيكم لداخل بيان فيتي. ديروا لها لافارس اللي كنت وزنتها على 15 غرام، دوك نكتب لكم هنا الغراماج. ندير لافارس ديالي في الوسط ونبدا نرولي جوست ما ندير الدوره الاولى نحبس. شوفوا نحكم هكذايا بصبعي، نغلق لي كوتي ونجبد هذاك اللوز لي كوتي باش اللوز يمشي لي كامل، وجوست ما ندير هكذا دوره نسي نزير عليها باش ما يدخليش الهواء. فوالا وهذه هي التحتانيه كامل نقرصها هكذايا باش ما تفتحليش في الفوغ. راني زوميت لكم باش تشوفوا، نغلق لي كوتي وميم طون راني نزير فيها باش ما تفتحليش في الفوغ. زدت لكم هنا حبه واحده اخرى، ندير نستعمل شويه فرينه، اذا خفتوها تلصق لكم. راني كتبت لكم هنا وزن العجين قلت لكم 32، وزن الحشوه 15 غرام، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا كيما تحبوا، مي هذا الوزن راهو الوزن المناسب كما يقولوا. ندير لافارس ديالي سيرقوها قد ما تقدروا باش تجيكم الداخل مورقه، كي تقسموا الحبه تجيكم مورقه. فوالا شوفوا ما راني غير بالعقل، جوست ما ندير الدوره الاولى نبدا هكا نجبد نغلق لي كوتي وميم طون نجبد هذاك اللوز باش يقيس كاع لي كوتي. كي تقسميها ما تلقايش في لي كوتي غير العجين. فوالا وهنايا تاني نزيد نقرصها ونغلق لي كوتي باش ما يخرجش اللوز. في الوسط كاع ما نمسهاش، غير لي كوتي هكذايا نحربشهم. شوفوا الوسط كاع ما نمسوش، باسكو نتا كي تروليها هو يترولا ما عليك، كرا كي ترولي لي كوتي هو تناوي يترولا باش يقعد بومبي، يقعد خشين. هذا هو الاساس في في التشارك باش مقرط. فوالا ونجيبهم هكذا. شوفوا ندير 7 يمين و7 يمين هكا نلاقيهم. فوالا نعاودها لكم. شوفوا عاود فتحتها نجيبها هكذايا ابخي ندير صبعي. شوفوا كيفاش صبعتي كيفاش راهم هكذا، ونلاقي هذوك القرون هايليك ونخليها ميم طون نخدم بالحبه الاولين يكونوا نشفوا. كي نشفوا يحكموا لا فورم تاعهم، كي تجوا ترمدوهم بصفار البيض وتزيدوا تحطوهم في هذاك اللوز اللي خليناه من الفوق، ما تعاوش تفسد لا فورم تاعهم باسكو الحبه تكون نشفت. كيما تكوني حطيتيها لا بروميير فوا كيما سقمتيها حتبقى لك.
هكذايا نرشها تخيب هكذا ندخلهم يطيبوا باش ما تخسرش لافورم تاعهم على درجه حراره 180. جوست ما تشوفوهم غير صفارهم من تحت مش صفارهم من تحت باردون، حمروهم من الفوق هكذا حتى من يولوا بيان دوغي وتجبدوهم. تحبوا ترشوا لهم الفوق سكري غلاس كيما تحبوا. وهاوليك شاهيه طيبه، ان شاء الله تكون عجبتكم. كي تجربوها كالعاده ابعتوا لي كاش سؤال اكتبوا لي تاني.